بسم الله الرحمن الرحيم. على الله توكلنا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أحبائي، كتاب عظائم الدهور لأبو علي الدبيزي. في الحقيقة لم أكن أعلم شيئا عن هذا الكتاب، ووردتني رسالة على ماسنجر كانت صاحبة الرسالة تستفهم عن هذا الكتاب، وقال وبعض مما فيه قرأت الرسالة فتخيلت أن الأمر مزاح أو حد يعني ألف هذا الكلام، ولكن بطبعي أحب البحث. بحثت عن هذا الكتاب، كتاب عظائم الدهور لأبو علي الدبيزي. لقيته موجود على جوجل، وبحاول أحمله، وإن شاء الله أنا هطلع على الكتاب كله قراءة، وأحاول في أكثر من حلقة أن أنا أنقل لكم ما يهمنا من هذا الكتاب أو ما يتناسب مع هذا العصر. ولكن الكلام في هذا الكتاب خطير. كمان مؤشرات البحث في جوجل لقيتها رهيبة عن هذا الكتاب. محدش كان يعني بيهتم بهذا الكتاب قبل ذلك، ولكن الآن البحث عنه كثير، واعتقد ان الكثير بيحاول يحمل هذا الكتاب. طيب نشوف الكتاب بيقول ايه. قلنا الكتاب او دي مقتطفات او سطور من كتاب عظائم الدهور لأبو علي الدبيزي. هذا الكتاب كتب عام 565 هجرية، أو أن هذا الشخص كان يعيش في تلك الفترة. ولكن الخطير في هذا الكتاب أنه يصف مرض كورونا بشكل غير عادي. يعني لا نقدر نقول الأفلام الأمريكية سبق وأن تحدثت عنه، ولا روايات عن هذا المرض، رغم أن الأمور كلها كانت تجعلنا أمام موقف واحد، أن هذا المرض مصنع. ولكن في أسباب كثيرة جدا ممكن يكون المرض مصنع، لأنه هو أساسا وليد من أبخرة البترول، ويمكنهم طبعا أخذ الفيروس من هذا البخر الصادر من البترول. والبخر ده عبارة عن بيتداخل فيه غاز ثاني أكسيد الكربون، وهو يتغذى على غاز ثاني أكسيد الكربون. تعالوا نشوف كتاب عظائم الدهور لأبي علي الدبيزي. قلنا 565 هجرية. قال ايه عن فيروس كورونا؟ يقول: عندما تحين العشرون، هنا طبعا واضح انه بيتكلم على القرن العشرين، قرون وقرون وقرون يجتاح الدنيا كورون، فيميت كبارهم ويستحي صغارهم، يخشاه الأقوياء ولا يتعافى منه الضعفاء، يفتك بساكني القصور ولا يسلم منه ولاة الأمور، يتطاير بينهم كالكرات ويلتهم الحلقوم والرئات،
لا تنفع معه حجامة، ويفترس من أماط لسامه، يصيب السفن ومن فيها، وتخلو السحب من راكبيها، تتوقف فيها المصانع ولا يجدون له من ردع. تخلو السحب من راكبيها، طبعا هنا يقصد الطائرات، والطائرات تتوقف عن العمل، واحنا نعلم ان كل المطارات متوقفة حول العالم. تتوقف فيه المصانع ولا يجدون له من رادع. مبدأه من خفاش الصين. هنا بيتكلم انه من بدايته من خفاش الصين. ده كلام تحدث فيه الكثير والله اعلم. الكلام في هذا الامر عن مصادره كثيرة. وتستقبله الروم بالأنين، يقصد الروم انه اكثر الناس سوف تتضرر منه اوروبا وامريكا. وتخلو الشوارع من روادها، وتستعين الاقوام باجنادها. يعني تستعين يعني كده الجيوش كلها، وفعلا احنا نرى ان كل الجيوش بتنزل كلها على الارض. يضج منه روم الطليان. هنا بيتكلم على ان اكثر اثر على بشر من هذا الفيروس هو على الطليان، ونحن نرى ذلك بالفعل في إيطاليا، والناس بتموت في الشوارع ولا يشعر من جاورهم بأمان. مش كده وبس، ده كل الحدود اللي حوالين إيطاليا معرضة لهذا الخطر، وتكون بؤرة لهذا المرض. يستهينون بأول اجتياحه، وييأس طبهم من كفاحه. لا، هنا بشرى صعبة، إنهم لن يجدوا له علاج. يتناقلون بينهم أخباره، ويكتشفون بلا نفع أسراره. يخشاه الأخيار والفساق، ويدفنون ضحاياه في الأعماق. تتعطل فيه الصلوات، وتكثر فيه الدعوات، وتصدق الناس تصفيطي، ولا واحد يقول خريطي. ممالك الأرض منه في خسارة، وما إله أبد كل جارة. هذا ما يخص هذا الفيروس في هذا الكتاب. وكما قلت لكم إن شاء الله بإذن الله هشوف هذا الكتاب وهطلع عليه، وكل ما يهمنا أو ما كتب عن هذا العصر في هذا الكتاب سوف أنشره لكم إن شاء الله. أحبائي، علينا أو كلامنا المعتاد، وهو الدخول في طاعة الله وتدمير الطاقة السلبية في المنزل، وهذا يكون على الوجه الآتي: المحافظة على الصلاة في وقتها، التسبيح بورد يومي، الصلاة على النبي 100 مرة صلى الله عليه وسلم، وكذلك سبحان الله وبحمده، وأستغفرك وأتوب إليك، وأستغفر الله، ولا إله إلا الله، وهو على كل شيء قدير، وسبحانك أني كنت من الظالمين. كل واحدة هنقولها 100 مرة. قراءة ما تيسر من القرآن، الحرص على عدم ظلم أحد، والتعامل بالكلمة الطيبة، وتصدق بقدر المستطاع، فإن الصدقة تشفي من الأمراض. نختم بدعاءنا المعتاد: اللهم توبة ترضيك عنا، اللهم نقي قلوبنا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إنا نبرأ إليك من كل ظلم وقهر وقطرة دماء أريقت بغير وجه حق. اللهم إنك تعلم إنا نحبك، فعلمنا ألا نعصاك. اللهم إن قدر للحياة أن تنتهي ونلقاك، فهيئ لنا الطاعات التي ترضيك عنا، ثم اقبضنا عليها. اقبل قلوب تحبك وتخشاك، لسنا بظلامين، ونحمل بصدورنا قلوب لينة هينة ترق لحال المظلومين في كافة بقاع الأرض، ولا نملك لهم سوى الدعاء. اللهم ارحم ضعفنا. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. اللهم إن كنت تعد الأرض بمن عليها لأمر جلل،
فاجعلنا ممن عفوت عنهم ورحمتهم، وقنا شر عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم امين. اكتفي بهذا القدر واشكركم، والى اللقاء في حلقة قادمة ان شاء الله.